السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أعزائي طلبة الثانوية العامة. أنا عارفة إن أنت كطالب علم علوم أو كطالب ثانوية عامة أنت محتار وعاوز تعرف أنت هتدخل كلية إيه أو معهد إيه أو إيه المكان اللي هخرج منه أشتغل على طول. طيب أنا جايب مجموع قليل مش عارف هدخل إيه. من خلال التعليقات شفت كومنتات بتسأل على معهد فني صحي خاص، فحبيت اني انا اعمل لكم فيديو عن معهد فني صحي خاص وعن كل المعلومات الخاصة بيه علشان تقدروا انكم تقرروا هتدخلوا المعهد ولا لا. لو مهتمين تعرفوا كل المعلومات ياريت تكملوا الفيديو للنهاية، ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الخاصة بالثانوية العامة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ويلا بينا نكمل الفيديو. السؤال اللي جالي في التعليقات هو في حاجة اسمها معهد فني خاص، وهل ينفع ان انا ادخله وبعديه اكمل على كلية؟ طيب يلا بينا نعرف هل اصلا في حاجة اسمها معهد فني صحي خاص ولا لا. ايوه، في معهد فني صحي خاص وكمان موجود في مختلف محافظات مصر، ويمكن للطلاب انهم يلتحقوا باي معهد فيهم حسب الاقليم اللي هو بينتمي فيه، طبعا بعد تحقيق شروط القبول العامة والتنسيق المطلوب للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الخاص. طيب هل معهد فني صحي خاص ده معتمد؟ يعني هدخل المعهد وانا مطمن؟ يلا بينا نشوف. معهد فني صحي خاص هو معتمد، وموجود 12 معهد فني صحي في الجمهورية. المعهد الفني الصحي في طنطا، المعهد الفني الصحي في اسكندرية، المعهد الفني الصحي في الزقازيق، المعهد الفني الصحي في أسوان، المعهد الفني الصحي في امبابة، المعهد الفني الصحي في بنها. طيب لو انت درست في معهد فني صحي خاص تقدر انك لما تخلص الدراسة تلتحق بكلية؟ ايوه، ممكن ان لما تخلص الدراسة انك تلتحق بكلية عادي جدا، بس لازم تكون حاصل على تقدير في السنة التانية من المعهد، والمعهد موجود فيه تخصصات او شعب يعني كتير. ممكن ان انت لو في شعب التمريض ان انت بعد ما تخلص تلتحق بكلية تمريض عادي جدا. بالنسبة لمصاريف معهد فني صحي خاص فهي كانت السنة اللي فاتت من 2500 ل 3000، فأكيد هتزيد السنة دي، بس يعني هتكون كويسة بالنسبة لمعهد فني صحي خاص لو انت حابب ان انت تدخله. بالنسبة لتوقعات تنسيق معهد فني صحي خاص، هو السنة اللي فاتت أخد من 271 درجة، يعني 66.9%. فالسنة دي ممكن ان هو ياخد كده او يعني هيزيد هيقل حاجة بسيطة في يعني في الحدود دي. وطبعا خريجي ثانوي فني تجاري بنظام 3 سنوات ممكن ان هم يلتحقوا بمعهد فني صحي خاص، وكان السنة اللي فاتت واخد من 96.89%. هل المعهد فيه أقسام؟ أيوة، المعهد فيه أقسام: قسم تمريض، قسم علاج الأسنان، قسم الأشعة المقطعية، قسم المختبرات والمعامل، قسم الجراحة، قسم علاج الأورام، قسم التوليد، قسم بصريات، قسم الحالات الحرجة والطوارئ، قسم صيانة الأجهزة الطبية، قسم الرعاية الطبية السريعة، قسم المعاون الصحي، قسم الإحصاء والتسجيل الطبي. دي كلها أقسام معهد فني صحي. ايه هو نظام الدراسة في المعهد؟ بتستغرق مدة الدراسة في المعهد عامين دراسيين. السنة الأولى عبارة عن سنة عامة حيث يدرس فيها الطالب العديد من المواد التأسيسية وغيرها، أما في السنة الثانية فيختار الطالب تخصص يناسبه ومن ثم يدرسه ويتعمق فيه لكي يكون مؤهل لسوق العمل بشكل جيد. وبعد الانتهاء من الدراسة في المعهد هيكون هناك فترة تدريب للطالب تحت إشراف المعهد في المستشفيات أو في المؤسسات الصحية في مصر. شروط القبول في معهد فني صحي خاص: يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية أو الأجنبية المعتمدة، كما يقبل المعهد الحاصلين على الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء. يجب أن يكون المتقدم قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو لغة تانية. يجب
أن يكون المتقدم حاصل على التنسيق المطلوب في المعهد حسب ما يحدده مكتب التنسيق في كل عام، ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة، أن يجتاز الكشف الطبي بنجاح، يجب التفرغ التام للدراسة في المعهد. دي كل المعلومات عن معهد فني صحي خاص تقدر انك تقدم فيه لو مجموعك ما جابش المعهد الفني الصحي اللي هو الحكومي. طبعا هتخرج هتلاقي ان شاء الله فرصة عمل، بتشتغل في اماكن خاصة، بتكون متدرب، وان شاء الله ربنا ييسر لك الامر وتشتغل على طول باذن الله. لو حابين اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليكم. ولو لسه مشتركتوش في القناة يا ريت انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تعملوا لايك للفيديو علشان ينتشر ويوصل لكل زمايلكم. اتمنى ليكم التوفيق، ويا رب ان شاء الله كل واحد يدخل المكان المناسب ليه وتلاقوا ان شاء الله فرصة عمل مناسبة ليكم.